السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا. لو قلت لك في مباراة ما بين إسبانيا والرأس الأخضر وطلبت منك تتوقع النتيجة، في التلقائية راح تتوقع معي النتيجة. ممكن فوز إسبانيا بهدفين، ممكن ثلاث، ولو كنت متفائل جدا فممكن تتوقع نتيجة السويد وتونس وتقول لي 5-6، لأنه منتخب إسبانيا بطل أوروبا الأخير، ومنتخب الرأس الأخضر متأهل لكأس العالم لأول مرة بتاريخه. أصلا عدد سكان الرأس الأخضر هو تقريبا 1,000,000 نسمة، فيهم لاعبين بيلعبوا بالدوري البرتغالي والفرنسي ولكن بعدد قليل. لكن لو رحت على المنتخب الإسباني، فلو طلبت منك معلومات عن المنتخب الإسباني فرح تذكر لي معلومات من هون للصبح. اللي صار مفاجأة، وهي مفاجأة كأس العالم بدور المجموعات. تعادل مستحق لمنتخب الرأس الأخضر أمام إسبانيا، تعادل بجدارة وباحترام. قدم مباراة رائعة جدا، سواء دفاعيا أكيد هجوميا ما كان الرأس الأخضر عم يحاول يسجل لأنه عارف إمكانياته وعارف حدوده، فقال لك أنا أصعب المباراة على المنتخب الإسباني وأحاول أخرج بأقل الأضرار. فطلع منتصر لأنه منتخب إسبانيا من المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس العالم، وبالتالي النتيجة كانت صادمة. تخيل معي الأرقام التالية: 738 تمريرة قام بها المنتخب الإسباني بنسبة استحواذ 74%، ب27 تسديدة على منتخب الرأس الأخضر، مقابل 6 تسديدات لمنتخب الرأس الأخضر، 4 منها من خارج منطقة الجزاء كانت عن بعد، وركنية واحدة مقابل 11 ركنية لمنتخب إسبانيا. 7 تصديات، وتصديات خرافية جدا أنقذت منتخب الرأس الأخضر من قبل الحارس فوزينيا، اللي أصلا هو ملقب بفوزينيا واسمه هو جريمالدو آدياس، لكن يطلقون عليه بمنتخب بلادهم اسم فوزينيا. عمره 40 سنة، قام بكل هاي التصديات أمام استحواذ كامل طيلة 90 دقيقة لمنتخب إسبانيا. منتخب إسبانيا عمل كل شيء، تسديدات، عرضيات، رأسيات، لكن بالنهاية فشل. وحتى لسوء حظ إسبانيا لما صاروا يسددوا آخر شيء صارت تصطدم تسديداتهم بزملائهم. تسديدة أولمو ما بعد الدقيقة 90، بعد ما مدد الحكم 5 دقائق، سدد بالدقيقة 92 واصطدمت بزميله، وكانت متجهة باتجاه المرمى، وكان ممكن تكون هدف. هي فرصة لكن ضاعت. يعني شو ما عملت إسبانيا بهاي المباراة، يمكن لو استمرت المباراة للصبح ما راح تحقق إسبانيا الفوز، لأنه اليوم كان معاندها الحظ. كان الحارس موفق بشكل ممتاز جدا، خرج رجل المباراة باستحقاق مع الأداء اللي قدموه أمام الضغط اللي واجهوا بهاي المباراة، فاستحق يكون رجل المباراة. طبعا بعد الآن منتخب الرأس الأخضر لو خرج من البطولة، طبعا في احتمالات تأهل ضمن المراكز الثلاثة. تغير نظام كأس العالم، صرنا الكل عارفين النظام الجديد. حبيت أحكي بهذا الفيديو عن الحارس، حبيت أحكي عن أداء منتخب الرأس الأخضر اللي فاجأنا جدا جدا جدا. وبالمناسبة أيضا طاقم التحكيم الأردني قاد المباراة لبر الأمان بدون أخطاء. طبعا كان ممكن في فاولات أو لمسات، لكن ما كانت مؤثرة بالمباراة، ما كان لها أي تأثير. ما شفنا راح للفار ولا مرة. المباراة كثير كانت ضمن اللعب، ما كان فيها توقفات كثير، فالمباراة كثير كانت ممتعة. وكان منتخب الرأس الأخضر مفاجأة لهاي الجولة. فخلينا نشوف شو ممكن يصير بالأيام القادمة. ممكن منتخب الرأس الأخضر قدم خدمة لمنتخب السعودية بهاي المجموعة، راح نشوف منتخب السعودية راح يقدم لنفسه خدمة بمباراته ضد منتخب الأرجواي بمنتصف الليل ولا لا. المفروض يستغلوا هذا التعثر لمنتخب إسبانيا ويروح يفوزوا بأي شكل من الأشكال، مثل ما سووها ضد الأرجنتين بافتتاح كأس العالم 2022. يروح يسووها ضد الأرجواي ويفوزوا ويخرجوا من هاي الجولة متصدرين على الأقل، وبانتظار مواجهتهم ضد الرأس الأخضر شو ممكن يعمل. هل راح يقدم نفس الأداء؟ طبعا بدنيا منتخب إسبانيا استنزف،
وممكن يأثر على أدائهم بالمباريات القادمة لأنه ساووا كل شيء، لكن ما حالفهم الحظ وخرجوا بتعادل يعتبر خسارة لمنتخب إسبانيا المرشح. فخلينا نشوف الجولات القادمة والمباريات القادمة بهاي الليلة شو ممكن تقدم لنا مفاجآت كمان. خليكم معنا وتشوفونا فيديوهات جديدة، ولا تنسوا الاشتراك واللايك. إلى اللقاء.